هنا عندي مطيشه اللي اختاريتها تكون باقا طريه وتكون شاده في راسها، ما تكونش طايبه بزاف، اللي غنحيد لها داك الطربيش الفوقاني وغنخويها من الوسط مزيان، نحيد لها ديك الزريعه. راه ضروري تكون هكا شاده في راسها حيت غنعمروها. كتجي هاد السلطه زوينه كترفقي بها الاطباق ديالك، كتجي فنه وكتعطي واحد المنظر فوق الطبله. بالنسبه للحشوه اللي غنعمر بها مطيشه، هنا راه عندي مكرونه مسلوقه، عندي صدر ديال الدجاج اللي قطعته قطع صغيره وزيدت شويه ديال الزبده وشويه مليحه، وبطاطا قطعتها قطع مكعبات وخشيتها في الفران حتى طابت، وخيزو محكوك ورز مسلوقه، واحد دانون مسوس، وكنزيد واحد القبيصه ديال الملحه، وصافي كنخلط هاد المكونات مزيان حتى كيتجانسوا ليا، ونعمر بها بطبيعه الحال المطيشه. صافي انا زدت الملحه ونعمر المطيشه. بالنسبه هنا راه السلطه كتجي زوينه، كتجي مشبعه حيت فيها درنا فيها صدر ديال الدجاج، المكرونيه، الرز، راه تقدروا تعطيوها لوليداتكم غير كي وجبه، كتجي زوينه وخفيفه بالنسبه في الصيف. هكا حتى المنظر ديالها كيجي زوين، كترفقوا بهم الاطباق ديالكم. صافي غنستمر هكا حتى كنعمرها كامله. كانت هذه الوصفه ديال اليوم، كتجود في دقائق، خفيفه ومنظرها هكا كيجي زوين. الا كنتو اول مره كتشاهدوا معنا القناه، نتمنى تشاركوا وتضغطوا على الجرس.